جاني ثقيل. ولا لا لا لا، اجي تشوفي واحد الطبق فاخر ملكي، كسكسو بدجاج بلدي معسل بطريقه فريمون واعره، طريقه زوينه متميزه. علاش؟ لان كله بلدي، والكسكسو ديالنا بالقمح الكامل بالدجاج البلدي بطريقه صحيه وكذلك ديال الناس الزمان. معسل فريمون، هذا راني ما محمرهش في الفران ومعسل بالوريقات ديال الذهب كيف ما كتشوفوا مذهبين، وكيف ما كتشوفوا الفراج ديالي محمرين مزيان بلا ما ندخلهم الفرن. وكذلك هنايا كيف ما كتشوفوا راه كاينه واحد العماره في الدجاجه نتوما غتشوفوا معسله كتجي معلكه، وحتى الطريقه باش انها ما تخرجش لك العماره على برا مع المرقه كيفاش كديري لها. يعني غنوريكم داكشي بالتفصيل الممل. اول حاجه غادا ناخذ الدجاج ديالي، غادا نديرو في الماء والحامض، وغادي نبدا نغسلو مزيان. الدجاج بلدي ضروري كيكون اي دجاج كيكون مزفر. شوفوا هنايا راه كيديروا لها هاد اللعيبه باش كتشرب الدم. ما علينا، هنا كناخذ الشحمه ديالو وكناخذ الملحه وكنبدا نحكها باش كتجيني ساهله انها كتحيد هذيك الشحمه كلها ديال الدجاج. نورمالمون انا عارفه الدجاج بلدي ما كتكونش فيه الشحمه بزاف. وهنا نقيسو مزيان. اول حاجه غنجو المقادير. عندك كسكسو هنا انا خدمت بالقمح الكامل، ما خدمتش بالاخر العادي. هنا كيف ما كتشوفوا عندي العطريه ديالي عطريه بلديه 100%. اول حاجه عندي قرفه، ثاني حاجه قعقله، ثالث حاجه عندي قزبر يابس، عندي كيف ما كتشوفوا ملحه، عندي خرقوم بلدي، ابزار، ثومه كنخدم بالباودر، وكذلك كنخدم بهاد الحمراء كتجيني الحمراء حسن، وعندي مسكه حره. وكيف ما كتشوفوا ما الزهر هنا غنخدم به بزاف لانني انا باغيه صراحه ندير طبق تقليدي 100%. وهذا المجهول غتشوفوني كيفاش غاديه نرقدو، غادي يجي يا سلام البنات غتشكروني عليه. اول حاجه كناخذ البصله ديالي، كنزيد عليها الثومه باودر، وكنزيد خرقوم بلدي كيف ما كتشوفوا، وكندير قزبر يابس. من بعد كناخذ كيف ما كتشوفوا هنايا عندي حبيبات ديال مسكه حره، هنايا قعقله كتجتا معايا من المغرب، وهنايا مليحه وقرفه مدقوقه. وهنايا كناخذ خرقوم بلدي، ماشي خرقوم بلدي يا ربي، زعفران شعره. كناخذ زعفران شعره كنديرو في الماء طيب، كنخليه حتى يرقد شي ساعتين هكاك عاد كنخدم به. انا كنت صورته قبل وغير دابا دخلته وسط الفيديو حتى ترقد مزيان. كنزيدو على هذيك القامه ديالي اللي دايره انا في المهراز، كندقدق داكشي مزيان وكنشد الدجاج ديالي، كندير عليه العطريه كامله، يعني كنشرملو في هذيك العطريه، كنحاول ندخل داخل وفي الجناوح ديالو برا باش العطريه ديالي يشربها الدجاج مزيان. هذه هي السر ديال التعميره ديالي. كيف ما كتشوفوا هنا دايره لوز محمر في الفرن وقرقاع، وهنايا كذلك دايره باودر ديال اللوز. هذا دقيقه اللوز هو درته باش غاديه غنخلط مسكه حره، شويه ديال القرفه، الماء ديال الزهر، والماء ديال زعفران شعره، وضروري من هاد الزبده. هاد الزبده هنا موجوده مالحه، زبده بلديه هي مالحه ماشي زبده نباتيه. هنا كنطحن الخليط ديالي كامل، ما كنضيفش المواد الاخرى، غير كنطحن غير المواد الناشفه. من بعد كنبدا نزيد في الخليط ديال الزعفران والماء. طيب يا سلام البنات، بغيتكم تشوفوا الريحه اللي طالعه من داك الزعفران. والله العظيم راه شوفوا هاد الطبق راه غير ديروا غير الناس اللي عزازين عليكم، لانه فريمون مكلف وفيه الخدمه بزاف. هنا كنبدا كنعمر الدجاج ديالي، كنحاول نعمر مزيان. ولاحظوا تشوفوا اشنو غادي ندير، وكيف ما كتشوفوا راني غنخيطو، ولكن راه ممكن واخا تخيطي يعني غادا تحل الخياطه، ولكن اشنو غندير؟ غنشد
كنشد بابي ديال الطبخ، يعني ورق ديال الطبخ ديال الحلوى، كان من وراء هذيك العماره كنسد به. من بعد كنبدا غادا ناخذ البرا والخيط وغادا نبدا نخيط. هنا رجعت ذكريات ديال الخياطه ملي كنت كنخيط، ما علينا. هنا كنخيطوا مزيان. شوفوا راه ربطت له رجيلات لانهم هما هنا كيحيدوا هذيك اللعيبه اللي فين كنلصقوا حنا الرجيلات. في المغرب ما عندهمش هنا، يعني كيكون فروع كامل، كيكون كامل مسلوخ. ما علينا. هنا كناخذ شويه ديال الزبده مالحه كندوبها، من بعد كندير الخليط ديالي تاع الدجاج اللي بقى عليا من بعد ما شرملت، وكنبدا كندوز هكا فوق البوطه. انا خديت هاد الطنجره عندي كبيره، ما لقيتش عندي وحده كبيره تقدني دايره، باقا ما صراحه باقا ما طحتش عليها. لقيت هذه كانت ديال الفران ديال الحوت، ولكن حتى هي خدمات ليا. كدرت 3 الفرارج، 2 درتهم المناسبه وواحد درتو للدراري. ما علينا. هنايا كيف ما كتشوفوا كل مره كنسقي بهذاك الماء ديالي تاع الزعفران. هذاك راه غادي نخدم به الطبق ديالي كامل. كيف ما كتشوفوا حاولت انني ندير شويه ديال سميتو السقوه ديالي، ومن بعد زدت واحد العود ديال القرفه. هنا كنعسل البصله هنا زدت البلو بيري. صراحه ما درتش العنب يابس، البلو بيري يابس هو اللي درت شويه الزهر، شويه القرفه، وكذلك الزعفران. قلت لكم راه غنبقى نخدم به، وغنزيد حتى القرفه غبره. اوكي. هنا راه ما غنديرش نقطه الماء نهائيا. هنا كيسحب ليا راه زغب، وبديت كنحيد هو راه غير هذاك الخيط اللي انا مخيطه به. ما علينا، نقولوا الله يستر وصافي. وهنا كنبدا كل مره شوفوا نقصوا البوطه على الحد ديالها. لا بغيتو المرق ديالكم يجي بنين ما تجهدوش البوطه، خلوه يطيب على خاطره. وهنايا كنرد البصله ديالي كنقص عليها وكنخليها طيب، كنحركها مزيان. كيف ما قلت لكم درنا العسل، زعفران، زغبه، ودرنا القرفه وشويه ديال الملحه والماء الزهر، وكنبدا نحرك. وهنا غاديه نجيو نحضروا الطبق ديال التمر المجهول اللي كيجي يا سلام. هذا الطبق ملكي. خلوه عندكم، احتفظوا به عندكم، ممكن يبقى معكم مده طويله. كناخذ الزعفران زغبه كنديرو في العسل. اوكي شوفوا معايا مزيان الطريقه. كنديرو فوق البوطه وكنقص عليه مزيان وكنبدا نحرك. غير ما ديروش بحالي تشوفوا في الاخير نقص عليه وخليته. هنا اشنو كندير؟ كناخذ الماء الزهر. اوكي الماء الزهر كنعاود نقولها، بالنسبه للمجهول خذوا لي شويه قاصح، ما تاخذوش هذاك اللي كيكون رطب بزاف لان فريمون غادي يتعجل لكم. وهنا كنبدا نمسح التمر ديالي بما الزهر بواحد سربيته كتكون نقيه، لان انا عندي هاد السرابت دابا نشارك منين خديتهم. عندي كرتونه خديتهم من كوسكو ديال باش كيمسحوا الزاج ديال الطوموبيلات، ولكن انا كنخدم به في لاكويزين. هنا كنبدا نحيد العلفه ديال التمر بالنتاف هكا، يعني كنمشي. شوفوا ها قلت لكم واش وقع، يعني كان فاضل ليا العسل على البوطه وجعلت ليا عافيه وسمعوا الصوت. هنا من بعد ما طلعت الغليه، غير كيطلع الغليه كطلع في هذاك العسل كنحيدو. هنا كنزيد فيه شويه المسكه حره والملحه وكنبدا ندير التمر ديالي. اوكي كندير التمر، واخر حاجه من بعد ما كندير التمر كامل كنزيد شويه ديال الماء الزهر. اوكي وكنبدا يعني نضغط عليه حتى هذاك التمر يشرب لي هذاك العسل مزيان. صافي كنسد عليه. هادشي راه ديجا كنت حضرته، عندي واحد كان صراحه محضره قبل، ولكن هذا حضرته معكم ما علينا. هنا كل مره كنطلع على الدجاج ديالي كيف ما كتشوفوا راه بدات التحميره كتبان، ولكن دابا نوريكم السر ديال انهم باش كتحمر. كنزيد القرفه مني كنحس به طاب، زدت شويه القرفه غبره زدت شويه العسل وكنقص عليه على حده. من بعد كناخذ هنايا الزبده كيف ما كتشوفوا. هنا علاش غنبدا نحضر الكسكسو ديالي، الزبده بلديه مالحه، كنزيد عليها شويه ديال زيت ارغان. كيف ما قلت لكم هاد الطبق راه
تقليدي 100%. كيف ما شفتوا كسكسو عندي ديال القمح الكامل. صراحه هنا استعملت داري طوب، شوفوا داري زوينه ما تعجل لكم ما حتى شي حاجه، يعني حتى دوك الكويرات ما كيكونوش في الكسكسو، كيكون هذا الكسكسو متوسط، ماشي هذوك الحبيبات اللي كيكونوا كبار. صراحه ما كيعجبنيش انا. هنا كنحاول ناخذ الكسكسو ديالي كيف ما زبده وزيت ارغان كنشربها لهذا الكسكسو. هذه اول مرحله كنشربها عليها مزيان، من بعد كناخذ الكسكاس وكنبدا ندير فيه الكسكسو ديالي. انا كنفور 3 تصفويرات، هذه اول تصفويره صراحه. من بعد شوفوا الطنجره شنو دايره فيها، شويه القرفه وشويه الزيت باش كتعطيني هذيك ريحه القرفه، كتعطيني الريحه في الكسكسو ديالي. وهنا غنوريكم باش غنسقيه بالحليب وبمسكه حره. من بعد كيفاش غنوريكم الطريقه باش غتسقيوها، راه حتى كتطلع الفوره الاولى عاد كنبدا نسقي، غير كنخلي هذاك الحليب يذوب فيه. وخلطت حتى زعفران شعره كيف ما قلت لكم. هذا الزعفران راه غنخدم به في الطبق ديالي كامل. صراحه هاد كسكسو ما جربتوش، راه صراحه ما جربت والو. هنا كيف ما كتشوفوا الحليب زدت ليه حتى ما ديال الزهر، اوكي، زدت زعفران وزدت المسكه الحره وما الزهر. هنا طلعت التصفويره الاولى. اشنو غادي ندير، غنحيدو من فوق البوطه، غنديرو في القصريه ديالي، غنبدا نبرد فيه، ما غنزيدوش هذاك الحليب هذيك الساعه باش ما يتعجنش لكم البنات. غتبداو تبردوا فيه بشويه بشويه حتى يبرد مزيان، يعني ماشي كاع يبرد ولكن مزيان، ما غيبقاش يحرقكم في يديكم، لان خصكي تخدمي بيدك. هنايا انا غير كنبقى نحرك بشويه بشويه، فما كتبان ليا شي كتله كنحيدها، فما تبان ليا شي كويره هكا كاينه كنحاول نحيدها. وشوفوا هذا الكسكسو راه ما تخافوش منه، سيرسو البنات اللي كيخافوا انهم يديروا كسكسو. هنا كنبدا نزيد الحليب ديالي اللي منسم بالزهر والزعفران، وكنبدا نفتل في الكسكسو ديالي، كنحاول ندخل ليه هذاك الحليب كامل اللي عندي بشويه 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 هكاك. شوفوا تبارك الله كيفاش داير. شتي راه هنا ما كاين لا كتل لا حتى شي حاجه نهائيا. وهاد لاحظتوا هاد الطريقه ديال مواتنا فريمون. والله انا ما كنصاوبش كسكسو بزاف، ولكن مني كندير شي طبق في راسي فريمون خصني يطلع زوين. هنا غنوريكم، شوفوا تبارك الله، شفتوا مني نقصت عليه البوطه واخر حاجه زدتو هو القرفه وشويه العسل، يعني تحمر مزيان، ما كندخلوا لا فران لا والو. ها هنا خديت نص المرقه ديال الدجاج وزدت عليها بصله وزبيب اللي كانوا تعسلوا لي، صراحه ماشي زبيب بلو بيري، وزدت عليه شويه ديال الخليط ديال اللوز، اوكي، وشويه ديال الزهر. وهنا خليته يعني يتجانس مع بعضياته. هنا صافي راه غادي نسقي. اخر مرحله هي هذه. هنا كانت ديجا فورتو، عاود فورتو. هنا خلطت مزيج ديال اللوز وزيت ارغان وشويه العسل، غندخلهم في سميتو في الخليط ديالي ديال الكسكسو باش يجي بنين، وراه فريمون بنين بزاف. والله تمنيتكم كاملين تجوا تذوقوه معايا، لانه زوين، طبق كيستاهل انك تجربيه ويستاهل انك ديريه الناس يكونوا عزازين عليك. هنا خديت القصريه ديالي. هاد القصريه شفتوا كي دايره ديال النحاس، لان الطبق تقليدي. انا راه اي حاجه ديال النحاس كنحمق عليها، راه غتشوفوني كنخدم بزاف الحوايج ديال النحاس، كنحمق على النحاس هكا. حتى في المغرب الناس اللي متبعيني في الاول راه عارفيني عندي طواليت كلها سيرها بالنحاس. كيف ما كتشوفوا الخليط معلك جا من داكشي الرفيع. علاش ما غاديش يجي زوين؟ كل المكونات اللي فيه كتجانس مع بعضياتها كيعطيو واحد لوغو زوين بزاف. فريمون جربوا ديروا البلو بيري مع البصله، راه كتجي حسن من العنب يابس، لان
كيجي زوين بزاف. هنا كندير الطبقه الاولى كيف ما شفتوا كسكسو، كندير واحد الحفره الوسط كندير فيها المرق ديالي اللي بصله والبلوبيري والعسل وداك الشيء المعلك. من بعد كنحيد هاد الورق ديال الطبخ، كنحيد هذيك، كنحاول نحل هذيك التعميره اللي انا عمرت، كنحلها صافي باش ان الطبق يكون ديال الماكله الواحد غادي يجبد وياكل. هنا كنت خديت هاد الوريقات ديال الذهب، حاولت انني نزين بهم الطبق ديالي من الفوق. غسولوني من خديتهم من امازون، ما علينا. هذا هو الطبق ديالي. هنايا العسل ديالي شرب مزيان، العسل الحر راه ماشي عسل عادي، هذاك راه عسل الحر، شرب مزيان تسمر العسيله يعني. وهنا كنبدا نزين الطبق ديالي، درت البيستاش في هذاك التمر، يعني كيكون فيه العسل، مجرد كديري بيستاش مطحون كيجي مزيان. هنا زينته بيستاش من الفوق، ودرت حتى بيستاش يعني مطحون، وخديت شويه ديال الكركاع. هو صراحه ماشي كركاع ولكن كنقول له انا الكركاع ما علينا. هنا كناخذ شويه ديال العسل الحر وكنسقي اللي كنت ديجا عندي، كنحاول انني بحال كنسقي به هذاك الكسكسو ديالي من والدجاج وكل شيء، كيجي رائع جدا. حتى انني زينت بالورد البلدي، زينت التمر ديالي، درت تمره فيها كل، شوفوا تزيين كيبقى كل واحد وذوقه. ومن بعد خديت خليط ديال اللوز وكركاع مطحونين هذاك الخليط اللي كنا طحنا جميع، زينت به يعني هكا في الاطراف ديال المريقه ديالي. وهنا كيف ما كتشوفوا الطبق من داك الرفيع. غتسولوني على البسطيله اللي دايره انا تماك، جاني الفيديو طويل قلت حتى نخليها لكم لانها تستحق التجربه، لانها فريمون واعره. بسطيله جايه بالفواكه الجافه، كتجي رائعه معسله، كتجي مقرمشه من داك الرفيع. نخليها لكم حتى الحلقه الجايه ان شاء الله. وهذا هو الطبق ديالنا، جا لذيذ بزاف. شاركته معاكم بادق التفاصيل ديالو. يعني كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساونيش من التعليق ديالكم وحتى من البارطاج ومن لي لايك ديالكم. وبسلام عليكم. وقيلا نقول لكم شوفوا تبارك الله، هنا راه كنت انا والبنات كناكلوا فريمون كنخلط يعني هكا كنجبد من الداخل، لان ملي كديري الخليط اللي كاين لداخل مع الخليط ديال المرق ومع كسكسو هذا كيجي يا سلام. سمحوا لي المحمات لا شهيتكم، وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ولكن راه هذا الطبق يستحق المشاركه معكم. السلام عليكم.